إيمان بطمة الشقيقة الصغرى لدنيا بطمة تدافع وبقوة عن والدتها ليلى الطسي. إليكم التفاصيل بالفيديو. بعد الفضيحة المدوية والتسريب الصوتي الخطير لفؤاد قبيبو الذي هز الوسط الفني، انفجرت المواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو مثير للجدل نشره اليوتيوبر المثير للجدل تحفة، والذي يسمع فيه فؤاد قبيبو وهو يتحدث بكلام خطير في عرض زوجته الفنانة ابتسام بطمة وأيضا والدتها ليلى الطسي. خرجت إيمان بطمة بستوري على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، دافعت فيه عن والدتها ليلى الطسي، فكتبت إيمان بطمة: أمي الغالية، يا روحا نقية عظيمة وتربية صافية لا تعرف الفساد وشرور الدنيا، يا من غرست فينا القيم وعلمتنا الصبر والثبات، مدرسة للخلق وقدوة في الطهر والصفاء، ربيتنا أحسن تربية، زرعت في قلوبنا الإيمان وغرست في نفوسنا الأخلاق، فكبرنا على حب الخير والاحترام والصدق بفضل الله، ثم بفضل تربيتك المباركة سقيتنا من حنانك حتى كبرنا، وكنت لنا بعد الله عز وجل سندا وقوة وأمانا. علمتنا أن الدنيا لا تقاس بالمظاهر بل بالقيم والأخلاق التي يحملها الإنسان في قلبه، وأن أجمل ما يتركه الوالد لابنه هو الخلق الحسن والدعاء الصالح، وكل ما نحن عليه اليوم من استقامة وطيبة هو ثمرة غرسك الطيب وصبرك الطويل وتعبك وسهرك ودعواتك. ستبقين دائما النور الذي يضيء دروبنا والمأوى الذي نعود إليه مهما ابتعدنا. اللهم احفظ أمي ويحفظ بحفظك، وأطل في عمرها على الطاعة والعافية، واغمر قلبها بالسكينة والرضا. اللهم اجزها عنا خير الجزاء وارزقها سعادة في الدنيا ونعيما في الآخرة. اللهم اجعل أمي من أهل الفردوس الأعلى وقر عينيها برؤية صلاحنا وسعادتنا. اللهم احفظها وبارك في عمرها وصحتها. اللهم اجعلها ترى ثمرة غرسها في الدنيا قبل الآخرة، وأكرمها بجنات النعيم على ما تعبت وسهرت وربت. أحبك يا أمي.